السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدا بقى الفيديو، ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك وكومنت حلوه منكم، واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. بحبكم في الله. النهارده هنعمل شويه حاجات كده حلوه، بس عايزاكم تصلوا على الرسول اول حاجه. تاني حاجه اشتركوا في القناه، ولو اول مره بتشوفيني انا اسمي غزل، فيا ريت بقى كلكم تنوروني وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله هتكبر بيكم. وكمان يلا بينا نروح السوق نجيب شويه حاجات كده، واقول لكم على اسعار الخضار والفاكهه. بس ما تنسوش اللايك وتصلوا على الرسول في الكومنتات. وطبعا البخيل ولا البخيله اللي هتسمع اسم النبي وما تصليش عليه. المهم جبت شوية طلبات للبيت كان محتاجها. جبت شوية عنب كده، كيلو كان عامل 40، وجبت كيلو 2 كيلو نص موز، الكيلو برضو كان عامل 35 جنيه. وجبت البطيخة الحلوة دي عاملة 80 جنيه، وجبت ب20 جنيه مخلل. وجبت حاجات الفطار، جبت طبق اللانشون دوت ب50، واحلى نوع بصراحة بجيبه يا بنات اطياب. وجبت كمان حتة جبنة براميلي كده علشان بطيخ وعنب، يعني جبنة براميلي على طول. بس وشوية حاجات كده. والطماطم كانت النهاردة عاملة 25 جنيه. يعني مش عارفة بصراحة هي هتنزل اكتر من كده بقى. عايزين نجيب قفص طماطم ونخزنه مع بعض. طبعا كان في اكتر من واحدة كتبت لي في الكومنتات: يا غزل اتكلمي معانا، نعمل ايه في موضوع ان ازاي تعرفي ان جوزك ما بقاش بيحبك او بقى بيخونك مثلا، او هيتجوز عليكي وكده. بصوا انا ما عنديش، هقول لكم على قد ما انا يعني شفت من مشاكل في الدنيا يعني. بصوا اول حاجة هو الاهتمام. يعني انتي مثلا لو جوزك طبيعته كان بيهتم بيكي في حاجات مثلا بيعملها، لقيتي الحاجات دي كلها ما بقتش موجودة فيه. انتي حاسة ان هو بيمسك الموبايل كتير، ان هو بقى بيخرج كتير عن يعني الايام العادية. كل الاسباب دي يكون وراها حاجة. وطبعا كتر المشاكل اصلا في البيت مع جوزك عامة بتسبب عداوة. بتحس ان هو مع الوقت بقى بيتلكك ان هو يسيبك، بقى مش عايزك، بيفكر في غيرك. وفي الصنف ده على فكرة يعني نسبته كبيرة قوي في الرجالة، ان هما ما بيصدقوا يغدروا. في واحدة ممكن تعيش مع جوزها تفضل طول العمر بتوفر له، ما تقدرش مش تجيب لنفسها اي حاجة، وتحرمها من بقها وعيالها علشان توفر له. في الاخر هو اخرة المتمة دي كلها ايه؟ ان هو يجي يقول لها انا هتجوز عليكي. ده ما بيحصل يا غزل؟ بيحصل بس مع قلالات الاصل. وطبعا يعني نسبة كبيرة قوي من الرجالة يعني خلاص ما بيشيلوش النقطة دي، مش بيشيلوها جميلة، بيقولوا عادي. ولو انت كنت بتحوشي، انت بتحوشي من فلوسي، صح؟ مش ده اللي انتوا بتسمعوه؟ ف ان هو مبقاش يهتم بيكي، بيمسك الموبايل كتير، بيخرج يقولك انا هطلع على القهوة، بتشكي فيه تفاصيل انت بتفهميها بتعرفيها. ده بيبقى جوزك، بيبقى اقرب حد ليكي، انت بتعرفيه كويس. فده كلها بيبقى وراها سبب. طب احنا لو اكتشفنا كده هنعمل ايه؟ قدامك حلين. اول حل لو انا مكانك، اكيد مفيش الحل التاني مش هينفعني انا، اللي هو ايه يا غزل؟ اللي هو الطلاق. انا مش من نوع يعني ربنا ما يجيب مشاكل ولا اي حاجه، ومش بحب دايما احط نفسي في الحته دي. بس انا مش بحب الست اللي ممكن تبوس جزمه جوزها علشان تقول له انت هتخرب البيت والعيال مش عارفه ايه. انا ما اقدرش ابص في عين جوزي لو هو فكر اصلا في غيري. انا ما عنديش الاوبشن ده، يا اكون يا او لا اكون. ما بعرفش يعني. هي اهم حاجه كرامتك. وطول ما هو عارف، لو عارف ان انت هتقعدي وهتصبري علشان خاطر العيال، هو ممكن يجي عليكي على فكره. يعني الواحد لما بيبقى مطمن لحد وعارف ان هو بيحبه وعارف ان هو شريك، هو ممكن يبهدله. ده العكس. يعني طول ما هو عارف مثلا تقولي له انا ماليش حد غيرك، انا ما عنديش الا العيال، هنتمرمط هو انت بتقولي له الكلام ده زي ما يكون بتقولي له روح اتجوز. وفي رجاله ما بتجيش برضو بالعند. انا بتكلم معاكم بصراحه. تاني حاجه ان تعملي نفسك مش عارفه، تعملي نفسك مش شايفه. لو انت بقى عايزه تكملي وفي نفس الوقت مش قادره تبعدي ومش عارفه تعملي ايه. بس عامه الراجل يعني انت لو تقدري، يعني مفيش حد بيقدر يحب اتنين. يعني مفيش حد بيقدر يحب اتنين. طبعا الراجل احنا عارفين كلنا قلبه قلب خصايه، قلبه بسم الله ما شاء الله، يعني عامل زي البطيخ في بذر كتير. الراجل بالذات زي ثمرة البطيخ. فاهميني؟ والله بتكلم معاكم كلام واقعي. فانا بشوف ان مفيش حد يقلل من نفسه. طول ما انت قويه، طول ما انت بتعزي نفسك، هو 1,000,000% هيعزك. طول ما انت بترخصي في نفسك، انت مش هيشوفك غير رخيصه.
اهتم دايما اقول لكم اهتموا بنظافتكم، اهتم بشكلك، اهتم بتفاصيلك، بلبسك. البرفن ده ما تقطعهوش من البيت، الحاجات بتاعه الجسم. انا عملت معاكم فيديوهات كتير عن الموضوع ده. اصلا ما فيش راجل في الدنيا مش عايز مراته تكون حلوه، مش عايز مراته تكون نظيفه. انت لو مهمله في نفسك هو هيقرف منك على فكره. يعني مش هيقولك، ممكن هو يكون معفن واقرع وبكرش ويتكلم عنك انت ما يشوفش نفسه، ومش هقولك ممكن، ده 90% برضه بيشوفوا اللهم صل على النبي، بيشوفوا يعني الاخرين، ما بيتعقبوش على نفسهم. لا مفيش حاجه. طبعا البيت له اولويات. البيت دايما يكون نظيف. ازاي ان انت تحافظي على جوزك وبيتك؟ البيت دايما يكون نظيف، ما تقطعيش القرآن من البيت، امسحي على طول بملح خشن والسدر المطحون، شغلي بخور قرآن علشان المشاكل. برضو من فشل الجواز ان انت بتبقي متعرفة على صحابك، بتعرفيهم على جوزك. لما بتدخلي حد بيتك ممكن واحدة تدخليها تكون ستايلها او شكلها او هي بتعمل حاجات مثلا جوزك انت يتقبلها عنك. انت فاهمه؟ الحاجات دي بتخرب البيوت، بتخرب البيوت. يعني دايما تحرصوا، ما تديش سرك لصاحبتك، ما تتكلميش على جوزك، عشان هي ممكن تدخله عن طريق المفاتيح اللي انت اتكلمتي فيها اللي هي تخص جوزك. فاهمه؟ ده كله يا بنات. انا قلت لكم قبل كده ان انا اصلا تخصصي، اللهم صل على النبي، اخصائيه اجتماعيه. بس طبعا ما اشتغلتش كده، انا في الاخر الدنيا لفت بيا وفتحت قناه طبخ. تمام. بس مش معنى ان انا اخصائيه اجتماعيه ان انا اعرف كل حاجه، لا. بس بصراحه انا شفت حاجات كتير يعني، بصراحه يعني اعرف حاجات كتيره، مشاكل حتى عن الاطفال كمان، يمكن اكتر من المعلومات اللي انا بقولها لكم دي. كان دايما تدريبي بيجي في مدارس لطلبه وكده. فالراجل عامه مش اللي هو عايز يتساب، انت عايزه تعرفي عنه كل تفاصيله. متحسسيش حد انك انت قليله، ان انت ما تستاهلهوش. تقدريش تقولوا انت احسن مني، انت افضل مني، انا لا هلف في الدنيا. مجدي في جوزك وكل حاجه، بس الزياده دي قوي بتقلب والله العظيم. كل ما ضمنتي شخص وانتي واثقه ان انتي ضمناه، كل ما تعرفي ان النهايه بتبقى قريبه. ما بحبش عامه يعني الست الخاينه ولا الراجل الخاين. بحبش الواحده القليله الادب او الراجل القليل الادب. بشوف ان دي لو يعني انتوا في مجتمعنا لو مثلا الست عملت حاجه غلط، اكيد اكيد ما تستاهلش غير الطلاق والسجن، صح؟ بتبقى مشاعر الراجل وحشه. وانا بالنسبه لي برضو الراجل اللي يخون مراته هي بالنسبه لها صعبه برضو، انت خنتها خيانه كبيره. هما بقى بيقولوا لك ايه؟ مثنى وثلاث ورباع، وان خفتم الا تعدلوا فواحده تكفي. اراهنك لو جيتي قلت لهم يقروا الفاتحه مش هيعرفوا يكملوها. او قول لهم اقروا لي كده كام سوره من سوره ياسين، او مثلا قولوا لهم هي سوره، قولوا لهم قل هو الله احد، هي سوره الاخلاص صح؟ قولوا لهم هي سوره ايه مش هيعرفوها، بس حافظين الايه دي سبحان الله اللي في القران. ممكن يكون بيشرب سجاير رغم ان السجاير حرام شرعا، بس هو بيطبق لك الدين في الحته دي. وممكن يكون بيقطع صلاه اصلا، بس بيتكلموا في نقطه الجواز. مش ده بيحصل؟ ما تقلليش من نفسك ومن كرامتك، ولو لقيتيه كده مش مستاهله ان انت تموتي نفسك علشان. والله العظيم انا بقول لكم ساعات بتكون نهايه الجواز دي، يعني واحده تتطلق بتحس ان الدنيا اسودت بيها. ربنا ما يكتبها لحد انها صعبه، اللي بيعيش الحكايه دي بتبقى صعبه، لانها بتبقى عايشه وبتبقى عيال وبتبقى غصب عنهم. وفي ستات بتبقى تستاهل الحرق على فكره، تستاهل انها تتطلق. انا بقول لكم في عينات برضو في المجتمع، ما اقولكوش عامه مش من مجتمعنا احنا، بتكلم عن المجتمع بصفه عامه. اللهم صل على النبي. ان كنت بقول لكم ايه؟ يا اختي نسيت، يا اختي نسيت. ممكن هي تكون بتعيب في جوزها طول الوقت، بتخرج بتتاخر، ما بتعملش اكلها، ما بتهتمش بنفسها، مهمله، جابت العيال وعجزت وكده، وبترد اسلوبها وحش، بخيله، بتاخد مصروف البيت بتسمسره وتشيله الهم. في علاقات بتبقى بتسمم العلاقه وتقولي منه لله ده راح يتجوز عليا او خطفته مني. الواحده اللي بتقول على جوزها ده خطفته، مفيش رجاله بتتخطف. لو لقى حاجه مش فيكي تمام، ما لقاش حاجه فيك، او انت مش مهتمه بالبيت، او انت مش نظيفه وشكلك وحش وكده، ولقى واحده تانية نظيفه، غصب عنه هيتشد لها. انت لو شفتي مثلا قدامك حد نظيف تقول بسم الله ما شاء الله، حتى لو تربيه عيله تقولي طب انا ليه مش كده؟ صح؟ مش ده بيحصل؟
فانت شوفي واجباتك، لو لقيتي نفسك مش مقصره وهو اتجوز عليكي يبقى ما تزعلش عليه. كنت اقول لكم ايه بقى، في ناس بتفتكر ان الطلاق ده بيبقى نهايه العالم. انتوا ما تعرفوش الخير فين، ما تعرفوش ان مثلا نهايه الطلاق ده يكون ربنا بيبعت لك حاجه احسن من اللي انت فيها، جوازه احلى بكتير من اللي انت فيها، رزق كبير، حاجه انت كنت بتتمنيها ومش في جوزك. ما تعرفيش نهايه الدنيا عامه مش بتقف على حد، مش بتقف على شخص. انا بتكلم كلام واقعي. حطي في اعتبارك كده ان مفيش حاجه. حد بيقولك لما مثلا حد بيموت يكون غالي عندك يقولك يا ست خلاص ادعي له بالرحمه بتاع، الحياه بتمشي ما بتقفش على حد. انت فاهمه؟ يعني مفيش حاجه فعلا بتقف على حد، بس ما تبقيش ضعيفه. انت عمود البيت. انت لو كنتي قويه هتربي عيال شخصيتهم قويه، لو كنتي ضعيفه هتخلفي عيال مهزئين. انت مرايه دايما عيالك. ست نظيفه وشاطره هتلاقي ولادك كده. ودايما اقول لكم في كل فيديو، السلايف مشاكلهم ما بتخلص، كل واحده في التانية بتحاول تعلي الليفل على سلفتها، تعلي الليفل لحماتها. لو حماتك انت مش بتحبيها او بتكرهيها ما تروحيش تقولي لسلفتك، ما تروحيش تقولي لها، ما تحكيلهاش حاجه على حماتك عشان ولما جوزك بقى يجي يضربك ولا مثلا تغضبي ولا اي حاجه، ما تقوليش مثلا ايه تدعي عليها، لا امسكي بقك. مشاكلك بينك وبين جوزك من ضمن النصايح ما تحكيهاش لحد، حتى لو مامتك. لو شفتي مامتك هتشيل من جوزك ولما تقابله هتكون مكشره، هتكون زعلانه، هتكون متضايقه، اكيد علشان انت بنتها. فهترجع انت علاقتك مع جوزك كويسه، وهيفضل في حاجز ما بين جوزك ومامتك، ان هما مش هيرجعوا يتكلموا. ممكن مامتك تشتمك وانت هترجعي تسامحيها لان مامتك، وهتتقبلي شتمتها، بس مامتك لو غلطت فيه. انت فاهمه قصدي؟ فاهمه في يعني انا اقصد ايه؟ بس عامه الحاجات دي كلها بتبقى كده. وفي رجاله بطبعهم هم ما بيكفوهمش ان هم يعني عايزين يعني في راجل ممكن يتجوز يعيش مع مراته هتفضل هي العمر كله، وفي راجل تلاقيه اتجوز التانية والتالتة والرابعة زي الحاج فواز. طبعا ده كان مسلسل، بس انا بقولك في شخصيات كده. فده ما انت هتعيطي عليه ليه؟ واحد ما صنش مثلا العيش والملح، ما قصرتيش ولقيتيه كده، هتعيطي على ايه؟ على رأي المثل الجنازة حرة والميت كلب، هتعيطي على ايه؟ ده كلب. فاهمة؟ ما بحبش الشخصيات الضعيفة قوي، ضعيفة قوي، اللي هو تشوف الدنيا سواد رغم كل اللي هو عمله. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش. الدنيا عامة ما وقفتش على حد. مات ناس وعايشين ناس وهنموت وهيجي بدلنا والدنيا بتستمر. يعني عامة ممكن تزعلي على واحد النهارده، تتجوزي واحد احسن منه، تقول انا كنت بعيط على الشبشب ده، انا كنت بعيط على الشبشب، كنت هموت وهقطع شراييني عشان الشبشب ده. انتوا فاهميني؟ ما تبقوش اوفر. وبرضو انت تحاولي تكوني ريلاكس جدا في بيتك. ومش كل مثلا، انا اعرف ناس والله معرفة شخصيا يعني، جوزها اول ما يدخل البيت لازم تشغل له السيديهايه بتاعه الندب. يا لهوي، دي عملت ودي عملت ودي يكرهوا يقعدوا في البيت بسبب بقك، بسبب كلامك، بسبب تعيدي وتزيدي في نفس الموضوع، بسبب المشاكل تشيلي الهم. لا، افصلي يا حبيبتي وانتي كبري دماغك. انتي عيشي مع كوبايه القهوه زي ما قلت لك، عايزه تخرجي مع عيالك تقعدي عند التلفزيون زي حالاتي، بس كبري نفسك بقى، كبري دماغك قصدي، ابعدي عن المشاكل. ايه رأيكم بقى في الروتين ده؟ انا مسكت يا بنات الحمام كان عايز عمرة، مسكته في كل ركن فيه، وفتحت لكم بقى الوحدة اللي عند البانيو دي، لقيت لكم حاجات بقالها 3 سنين من ايام ما كنت في المغرب، والله العظيم زيوت من ايام ما كنت في المغرب، حاجات كده كتيرة. كنت بغسل الوحدة على طول، بس برجع احطها فيه، ما كنتش اعرف ان هي انتهت الصلاحية، وصابون مغربي وطمي مغربي والنيلة الزرقاء والنيلة البيضة ويخرق، يا لهوي على الحاجات. فقلت لا لابد بقى ان انا جبت الخرطوم من المدخل، وقلت امسك البيت انفضه نفضه من اللي قلبك يحبها. وشغلت بره القرآن يا اختي، وحطيت بخور وروقت كده على، بصوا بقى تعالوا بقى شوفوا الحمام، بصوا حطيت فريدة ده ريحته حلوة قوي، وعندي نور هادي كده في الحمام، وبس كده. طبعا في شاور بقى في البانيو كده بعد ما غسلناه بقى والنظافة. بصوا بقى كده اهو. بعد كده بقى ده كان بصراحة اول اليوم بعد ما جيت من السوق، بس قلت اخليهولكوا في الاخر. جبت شوية توم كمان حلوين،
وقلت امسك المدخل واظبط الدنيا. وبحب دايما يعني اقوم اعمل الحاجة كده بدري. يعني مثلا لو انا هطبخ ساعات بقوم عادي بعد الظهر. لما باجي بقى احب ان انا هعمل روتين او حاجة، بحب كده وقت الصبح ده افتح الشباك واشغل القرآن بتاع اللهم صل على النبي، واحط شوية بخور كده، وامسح البيت واحضر فطار بدري، ونقعد بقى نتفرج على فيلم قديم. ولا مين البنات مين فيكم بيحب الافلام القديمة؟ واقعد مع نفسي اصلي، اقعد مع نفسي. والله يعني مفيش بجد غير ان ما انت تكوني عايشه كده في راحه وسلام، مش بتتخانقي مع حد، ومفيش حوارات ومفيش مشاكل. انا بشوف ان الهدوء النفسي ده والراحه النفسيه دي احلى مليون مره من اللمه الكدابه. انت تقعدي مع واحده وترجعي تلاقي عندك مشكله، تروحي في قاعده وتبقي انت ما بتتكلميش، ويطلعوا يقولوا طب اسالي دي وعملت بجد خلاص بقى ما بقاش في طاقه، مفيش هدوء. خلصت الدنيا بتاعتي، اخدت شاور. اليوم بقى اللي بيكون عندي روتين جامد كده، ما بعملش اكل. مثلا انا جايبه بطيخ وجبنه، بنقطع بقى بطيخ، نحط لبن سوري يا بنات، عنب، نحط جبنه قديمه، نحمر طاسه بطاطس. يوم مثلا ممكن نجيب رنجه وبطاطس. ما بحبش بقى ان انا اقوم اقف واطبخ وكده. طبعا المقطع ده كان قبل ما اغير الركنه. كنت لما الحاجه، انتوا فاكرين الفيديو لما قلت لكم ان جوزي كان هيجي وطلع ما فيش اجازات وكده، فكانت الدنيا عندي متبهدله. وكنت ببدا وحاليا لحد دلوقتي انا بغسل يعني في الحاجات، شايله كل حاجه يعني. والستاير كلها غسلتها طبعا، اللي على الشباك ده البلاك اوت علشان ده ألمونتان الشمس وكده. وبس تركزي، عارفه طول ما انت مركزه في بيتك قوي مش هيكون عندك وقت للحوارات والمشاكل، ودي قالت ودي عملت. لا، هو اصلا مين دلوقتي عنده وقت؟ بجد الناس كلها ملهيه في نفسها. خلي بالك يعني، انت لو انت مش عايزه تخسري حياتك، ومش عايزه تخسري بيتك وجوزك وعيالك، انت حافظي عليها. اكيد برضو يعني في ناس اكيد اكبر مني في السن كتير، اكيد مش هتاخدي مثلا المعلومه مني. او في ناس، انا متجوزه داخله في 4 سنين، في ناس متجوزه بقالها سنين. فاكيد في ناس كتيره، وفي ناس اكيد بتابعيني هنا اكبر مني في السن، يعني اكيد كلكم فاهمين. بس ممكن تعديكي شويه نقاط بعد. ممكن واحده تقولي انا جوزي فقير، هو مش لاقي ياكل هيروح يتجوز. اقسم بالله الفلوس بتطلع لهم اول ما بيبقى في جوازه، اقسم بالله الباب بيتفك كده من عند ربنا، وتلاقيهم سلكوا وعرفوا. ورغم ان هو مثلا مش عارف يجيب لك ب20 جنيه جبنه قديمه وهو جاي، بس سبحان الله بتلاقيه يعرف يجيب مهر ويجيب ذهب ويجيب شبكه ويظبط الدنيا، بتسلك معاه. فما تحطيش في اعتبارك ان مثلا ده جوزك مش هيقدر او مش هيقدر يتجوز عليكي، أو طول ما انت حاطه في دماغك كده هيتجوز عليكي. وما تذميش في حق اي واحده. ما تقوليش مثلا هي ما تشتميش، اشتمي، اغلطي في جوزك، اغلطي في جوزك. إيه، انت ما كنتيش تعرفيها مثلا تقولي ده هو اتجوزها؟ لا، انت تعرفي جوزك وباعك. انتوا فاهميني؟ هنا بقى كنت لسه راجعه من السوق، انا كنت واخده لكم مقطع بسيط كده. قلت بصراحه الصيف مش عايزه الا شويه فاكهه، بس اي حاجه، طبيخ، ملوخيه، والله العظيم الاكل تقيل. عايز حاجه مشويه، عايز صينيه رقاق كده، شويه شوربه، شويه سلطه، عايز حته فسيخ. انا نفسي بقالي فتره في فسيخ، رنجه كده يعني. رغم ان المفروض الفسيخ والرنجة دول مش وقتهم في الحر خالص، بس هي طالبه معايا بصراحه فسيخ ورنجة. اللهم صل على النبي. وجبت بقى ايه، بطيخه دي عامله 80 جنيه. جبت شويه خضار صغيرين يعني. وما كانش عندي قهوه، جبت قهوه. هي القهوه يا جماعه حصل لها ايه اللي بتتباع في اللي هي اللي بيحمصوا القهوه ويطحنوها وبتتباع دي؟ حصل لها ايه؟ ده بقت مضروبه. انا بحس ان هم جمعوا النوى بتاع البلح، نشفوه، طحنوه، ولا طعم ولا ريحه. جبت بن شاهين، انا قلت لكم مره فاتت هجربه بصراحه حلو، بس عايزه اجرب انواع احلى. وعايزاكم تقترحوا عليا اجيب بن ايه ومنين. هو هايبر فيه يا بنات؟ لو بالله عليكم بقى لو سمعتوا الكلمه دي ردوا عليا. القهوه اهم حاجه عندي في يومي. هايبر 1 في قهوه؟ اكيد في الاقسام انا فاهمه، بس اللي هو بيجي زي العطاره كده على جنب، دول بيبيعوا قهوه؟ او في مثلا مكان مخصص هناك للقهوه؟ مش عارفه بصراحه. فعايزاكم تقترحوا عليا. وجبت بقى بيض عشان احنا عندنا بلوبيف، وساعات بقى بنعمله بجبنه وساعات بنقليه كده او نسلقه بتاع. وعايزه اقول لكم ان كل اللي قدامكم على الرخامه ده يعني 90% منه بيكون وجبه غدا كمان، لان عقبال ما بنقوم من النوم بيبقى داخلين على العصر بناكل، وهي مره واحده بس وخلاص على كده. بس يا بنات ده كان فيديو النهارده، وقولوا لي بقى عايزين الفيديوهات الجايه تكون عن ايه ونعمل ايه مع بعض.
وبحبكم جدا وامنتك امانه. لو وصلتي للدقيقه دي من الفيديو متستخسريش فيا اللايك والكومنت واشتركي بقى كده وقولي لي بتتابعيني من انهي بلد. بفرح جدا على فكره لما بتردوا عليا في التعليقات. وبس كده، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.